أذكر فد قصة صارت وياي قبل 5 سنوات، الأيام تركض سراعا. كنت داري أسجل حلقات على الإمام الحسين، والحلقة كانت بيها فد قصة. الإمام الحسين من وصل له خبر مقتل معاوية، وإجت الرسالة الوليد بن عتبة اللي هو الوالي مال المدينة، فجمع مروان الحكم قال له هيك مات معاوية صار يزيد، فيكون أنا أخذ البيعة من الحسين. أرسل في طلب الحسين وخلى 30 واحد من بني هاشم بالخارج، قال لهم خاف يسمعون الصوت يصعد اقتحموا القصر لأن أنا ما أريد أبايع. بهاي الأجواء قتلوا يريدوا يقتلوه، ومروان الحكم قال له خاف يجيك الحسين تخليه يبايع هنا، وإذا ما بايع اقطع رقبته إذا طلع منا من القصر بعد ما تزمن الحسين. هذا ابن أبيه، هذا ابن علي بن أبي طالب. طبعا من المفارقة المضحكة المبكية أنه مروان الحكم إمام علي كان يريد يقتله ويلزمه يلزمه أسير في معركة، لأن مرتد هذا أصلا مو مسلم، في معركة الجمل اللي توسط له وعفى عنه الحسن والحسين، فرد الهياء الحسين كلش، لأن ذولي ما عندهم ذمة ولا ضمير. المهم قال له قتل الوليد بن عتبة.